السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا قلت لكم ان احنا هنتكلم عن صيام 6 شوال، وطبعا هقول لكم تاني انا هنا مش جايه عشان افتلكم، لكن هي فيديوهات انا اتفرجت عليها وجايه اقول لكم المختصر المفيد. تمام؟ احنا قلنا ان الصيام مش هيتقطع من بعد رمضان، وادي بدايه الصيام من بعد رمضان اللي هم الست من شوال. تمام؟ الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه بيقول ايه؟ من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكانما صام الدهر. شفتوا بقى؟ شفتوا الاوبشن ده؟ شفتوا العرض الحلو دوت؟ عرض ما يتفوتش بصراحه. يعني 6 ايام بعد رمضان كاننا صمنا الظهر كله. تمام. طيب هي سنه سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام. طيب في بقى دلوقتي شويه اقاويل فيها واختلفت الاراء فيها، وبيبقى دايما شويه نفس الاسئله اللي بتتسال كل سنه. طب ايه بقى الراي اللي الواحد ارتاح فيه؟ يعني ارتاح له اكتر راي. العلماء انقسموا لجزئين. هنرجع ونقول ما دام اختلفوا يبقى في اختلافهم رحمه لينا، خدوا بالراي اللي يريحكم. تمام. في علماء قالوا ان من صام رمضان يبقى لازم نتم صيام رمضان، فاللي عليه ايام من رمضان لازم يعوضها الاول قبل ما يصوم 6 شوال عشان يبقى كده صام رمضان. تمام. وفي علماء قالوا لا، دي هيبقى فيها مشقه. تمام. ان ازاي هنصوم الايام اللي كانت في رمضان نعوضها الاول خلال الشهر دوت ونصوم ال6 شوال، ولو سيدات وفاطرين يعني ايام كتير هيبقى هيشق عليهم ان هم يصوموهم كلهم في شوال. تمام. دول ليهم ادلتهم ودول ليهم ادلتهم، ومش هتطرق للادله بتاعه القسم ده والقسم ده. يبقى الخلاصه لو انت تقدري صومي الايام اللي عليكي كلها الاول في شوال وانت واثقه انك هتقدري تصومي 6 شوال فتوكلي على الله. يبقى انت كده يعني عملتي اللي مش يعني الاحسن حاجه، اللي ما فيهوش اصلا ما فيهوش فيه اي اختلاف ولا جدل. تمام. مش هتقدري، شق عليكي كتير، والسنه لسه اصلا يعني ربنا يطول في عمرنا. مثلا عندنا 10 شهور لغايه رمضان نقدر الواحد يعوض الايام اللي كانت عليه. تمام. طيب خلاص، يبقى احنا عندنا الراي ده وعندنا الراي ده، وشوفوا انهي الانسب ليكم، وكل واحد ليه ادله والرايين ان شاء الله باذن الله صح. تمام. طيب هل يجوز الجمع بين النيتين؟ دي محدش تطرق لها. ليه؟ لان ده سنه وده فرض. فما ينفعش ان احنا نجمع ما بينهم. يجوز بس في صيام الاثنين وخميس. تمام. او الايام القمريه دول اللي ممكن تنوي فيهم ان انت تصومي الايام اللي عليكي، دي ما فيش منها مشكله. لكن 6 شوال لا، فدي ما حدش قال ان يجوز. في راي قال ان ينفع تصومي الايام اللي عليكي في شوال، فيبقى انت كده اخدتي اجر 6 شوال. تمام. الراي ده في ناس هيقولك هيقتنعوا بيه. تمام. بس احنا دايما بنقول يا جماعه، وهفكركم تاني ان احنا بنتاجر مع ربنا، وعشان نكون في السيف سايد، هل اللي صام الايام اللي عليه في شوال، صام مثلا 6 ايام في شوال بنيه الايام اللي عليه عشان ياخد الاجر، هل هو كده هيتساوى مع اللي صام الايام اللي عليه وصام 6 شوال فصام بدل ال6 12؟ هل هيستووا؟ فبرضه خليكوا دايما في السيف سايد، تجروا مع ربنا، تجروا تجاره رابحه كده وتكون صح. تمام. في طبعا فرق بين صيام النافله تمام وتعويض الفرض اللي علينا، فبيبقى في فرق ما بينهم هما الاثنين، فلازم برضو نحط ده في دماغنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما بنصوم نافله سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، حاجه غير الفرض غير قضاء رمضان، عادي ممكن نصحى الصبح لو تنينا لغايه الظهر من غير فطار ولا شربنا ولا اي حاجه خالص، نكمل يوم صيام ونقول ان احنا نوينا نكمل اليوم صيام. نصحى من النوم كده نقول احنا هنصوم النهارده، نوينا الصيام وصومنا، بعد ساعتين جوعنا تعبنا مش عارفه نفطر وما عليناش اي شيء. ده صيام النافله. طب لو انا بعوض اللي عليه في رمضان؟ لا، لو بعوض اللي عليه في رمضان يبقى انا لازم انوي الصيام من قبل الفجر، يبقى بنوي قبليها بيوم. تمام. وعن كل يوم لازم انوي تمام ان انا هصوم يوم من الايام اللي عليا. تمام. ولو هغير النيه او هرجع في كلامي او مش هصوم يبقى لازم قبل اذان الفجر. طب اذن الفجر يبقى انا كده صايم كاني في رمضان بالظبط، ما دام قضاء. عايز افطر مش بمزاجي ومش بالسهل، لازم الاسباب اللي خلتني افطر في رمضان تكون هي نفس الاسباب اللي هتخليني افطر في الايام اللي انا بعوضها من رمضان. تمام. يبقى في فرق برضو بين صيام التطوع والنافله وصيام القضاء. تمام. فبرضو نخلي بالنا من النقطه دي. يعني ما ينفعش مثلا يبقى انا ناويه ان انا هصوم مثلا قضاء ومثلا انوي الصبح، لا، لازم ابقى مبيته النيه. ما ينفعش اصوم وارجع اقول لا انا هفطر النهارده، لا، لازم عذر قوي، من كان مريضا او على سفر، نفس رمضان بالظبط.
تمام. فنخلي بالنا لان ده برضو فرق، دي معلومات انا ممكن ما كنتش عارفاها ويمكن غيري ما كانش عارفها، فمجرد ما عرفتها يبقى لازم ساعتها نعرفها ونتدارك الموقف. يبقى انا قلت لكم ملخص المفيد في صيام 6 شوال، وعندكم اراء العلماء، استعينوا بالله واللي ترتاح ليه نفسكم، توكلوا على الله واعملوه، وان شاء الله باذن الله يعني نؤجر جميعا ان شاء الله باذن الله. وما ننساش نصلي على النبي. ولو عجبكم يا جماعه دعموني بقى بلايك، كومنت، اي حاجه. طيب يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تصلوا على النبي.